عرفنا في الفيديو اللي فات إن صابر المداح قدر يخلص من صخر وانتصر عليه ورجعه من البوابة اللي فتحها له قبل كده من غير ما يقصد. وده لما حاول إنه يساعد البنت اللي ظهرت له وطلبت منه إنه يساعدها، وطلع في الآخر إن دي كانت حيلة من الدكتور سميح علشان يقدر يخرج صخر عن طريق صابر. وقلت لكم ساعتها إن أكيد سميح مش هيسكت بعد اللي حصل ده وهيرد الألم لصابر ألمين. تابعوني. بس قبل ما نبدأ اوعوا تنسوا تعملوا لايك للفيديو لو عجبكم، وكمان ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس. نرجع بقى للفيديو بتاعنا. في الحلقة الثامنة بعد ما بيقدر صابر انه يقضي على صخر، بيخرج من المكان اللي كان فيه بوابة صخر وهو سعيد وفرحان وفاكر ان كل حاجة خلاص هترجع زي ما كانت. بس بيقابل قدامه شخص روحه طيبة من العالم الآخر، وبيقوله ان اللي حصل ده مش نهاية المطاف، وإن في بوابة تانية اتفتحت ولازم تتقفل. فبيرد عليه صابر ويقوله إنه مش هيقفل أي بوابات تاني، وإن البوابة دي كان هو السبب في فتحها، علشان كده كان بيصلح الغلط اللي عمله بدون ما يقصد. فبيرد عليه الشخص ده وبيقوله إنه مش مخير، وإن ده قدره ولازم ينفذه. فسأله صابر هو هيعرف إزاي مكان البوابة التانية. فبيرد عليه الشخص ده وبيقوله هيجيلك مننا رسائل من وقت للتاني. وبعد كده قاله إن اللي جاي صعب جدا، بس ما تخافش لأننا على طول وراك وهنوجهك للصح ومش هنسيبك أبدا. في المشهد التاني بنشوف رحاب وهي بتفتش في دولاب صابر، وفعلا وهي بتفتش لقت البردية فخدتها وراحت بيها للدكتور سميح. وفي المشهد ده بنشوف حاجة غريبة قوي. بنشوف هبة أخت صابر المداح في أوضة نوم الدكتور سميح في بيته، وبيدخل عليها ويقول لها مبسوطة معايا؟ وهي بتقوله قوي قوي ومش عاوزة أسيب هنا أبدا. فبيرد عليها وبنظرة خبث بيقول لها ولسه هتنبسطي أكتر. في الوقت ده بيدخل خادم من خدام سميح وبيبلغه إن في حد عاوزه، وبيخرج سميح علشان يلاقي رحاب جاية عشان تديله البردية، وبتقوله إنها أخيرا لقت الحاجة اللي صابر بيأذي بيها نفسه وبيأذيهم معاه. فالدكتور سميح بياخد البردية ويضحك ويقول لها صابر ده غلبان قوي، خدي البردية دي ورجعيها مكانها، واوعي صابر يعرف حاجة من اللي بتحصل. وفعلا رحاب بتاخد البردية وبتمشي. ولما بتروح رحاب بتلاقي صابر رجع البيت، ولما بيقول لها كنت فين بتقوله إنها كانت في مشوار وبتشتري شوية حاجات. في الوقت ده بيجي لصابر تليفون وبيخرج من الأوضة علشان يرد، ورحاب بترجع البردية مكانها في الدولاب تاني. أما صابر بقى فكان بيكلم صديقه المسيحي اللي كان بيساعده الجزء اللي فات وبيقوله إنه موجود في مصر. فبيقوله المداح إنه هينزله مصر حالا لأنه عاوزه في حاجة مهمة. وبيدخل المداح الأوضة وياخد البردية من الدولاب ويروح بيها على مصر. وهناك بيقابل صديقه المسيحي وبيطلب إنه يساعده في تفسير البردية. فبيرد عليه صديقه ويقوله إن جزء من البردية مكتوب باللغة الأرامية، ودي كانت اللغة اللي بيتكلم بيها المسيح عليه السلام، وباقي البردية أنا أقدر أفسرها لك. فبيطلب منه المداح إنه يترجم له المكتوب في البردية. فبيقوله إن البردية مكتوب فيها هذا الطفل هو نسختك، ما حدث له حدث لك، ومكانه هو تكملة طريقك. فبسرعة بيعرف المداح إنه يقصد داوود، وبيقوم بسرعة ويسافر على اسكندرية. وفي المشهد اللي بعد كده بنشوف داوود وهو ماشي على شط اسكندرية مع أمه وبيقول لها إنه خايف من البحر. وساعتها هي بتستغرب وتقوله إنه طول عمره بيحب البحر، يبقى ليه دلوقتي خايف؟ وبعدها بتيجي واحدة جارتها أو صاحبتها وتسلم عليها، وداوود بيسيبها ويمشي ناحية البحر. وقدام البحر بيلاقي الكارثة بتحصل. بيبدأ البحر يهيج بشكل كبير قوي، وبيخرج منه مارد لابس اسود في اسود، وبيفضل ماشي على البحر لحد ما يوصل لداوود وبيبصله ويضحك. وبعدين بيسيبه ويروح يقابل واحد واقف بعيد شوية، والشخص ده هو الدكتور سميح. الدكتور سميح خرج الجن موت من بوابته في البحر علشان يكمل لعبه مع المداح. بيقفوا شوية مع بعض وبعدين بيمشوا، وساعتها بيوصل المداح لداوود وبيسأله حصل ايه. فبيقوله داوود اللي حصل، وانه شاف راجل خارج من البحر هو بس اللي يقدر يشوفه، وراح وقف مع راجل تاني وقعدوا يبصوله، وبرضه محدش شاف كده غيره. وهما بيتكلموا
بتيجي مامة داود وتقوله اوعى تسيبني تاني وتمشي لانك قلقتني جدا عليك. بعد كده داود بيبص للمداح وبيقوله في واحد هناك بيبص عليك. فالمداح بيبص وبيلاقيه انه جوز بنت عمته عيشة، واللي طبعا مات الجزء اللي فات وجايله من العالم الاخر علشان يساعده، ويفسر له اللي بيحصل وبيقوله ان اللي داود شافه ده اسمه موت، وهو اسم فعلا على مسمى، لان اي مكان بيتوجد فيه موت بيكون مليان بالموت والخراب. ساعتها صابر بيبدأ يشوف خواطر في عقله لبلد اسمها أوسيم، وفيها شخص ماسك سكينة وبيدخل على بيت وبيموت كل اللي فيه، وبعد ما بيخلص بيكتب بالدم على الحيطة كلمة موت. بس شاف واحد من ضمن اللي اتقتلوا لسه ما ماتش وفيه الروح، فبيسيب جوز أخته عيشة على طول وبيركب عربيته ويروح على أوسيم. وأول ما بيوصل بيحاول يدخل علشان يلحق الراجل، بس العساكر بيمنعوه، فبيقعد يزعق ويقول أنا لازم أدخل. فبيسمعوا الضابط ويسأله أنت مين؟ فبيرد عليه صابر ويقوله أنا صابر. فالضابط بيبصله ويقوله المداح؟ فبيقوله صابر أيوة. فبيقول العساكر سيبوه يدخل، وفعلا بيدخل صابر وبيدلهم على الشخص اللي لسه عايش وبيطلبوا له الإسعاف علشان يلحقوه. فبيبدأ الضابط يسأل صابر هو عارف ازاي اللي حصل وايه حكايته بالظبط، وقال له انه بحث عنه كتير قوي وما فهمش اي حاجة، ولا قدر يفهم بالظبط اذا كان المداح شيخ بجد ولا دجال ولا حكايته ايه. فسأله المداح وقال له وانت ليه عاوز تعرف عني كل ده وليه بتدور ورايا اصلا؟ فبصله الضابط وقال له تعالى ورايا وانا هقولك. دخل المداح مع الضابط جوه أوضة ولقى حاجة غريبة جدا محدش ممكن يتوقعها. لقى المداح حيطة مكتوب عليها بالدم صابر المداح الحقني. لو انت اول مرة تشوف فيديوهاتي ما تنساش تعمل لايك للفيديو وسبسكرايب للقناة وتفعل الجرس وتابع القناة علشان تعرف ايه اللي حصل للمداح. وكمان اوعدك انك هتلاقي فيديوهات كتير حلوة جوه القناة، اتمنى انها تعجبكم كلها.